اللهم اجعل هذا اليوم تفريجا وسعادة ورزقا وعافية ومغفرة واستجابة لنا، اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى. تعالي كده النهارده ننضف مع بعض ببساطة جدا. ازيكم الأول؟ وحشتوني. هاتي ورقة كده زي ما شفتي في أول الفيديو، تعالي هننضف مع بعض حاجات مهمة جدا في المطبخ، لازم تعمليها كده وتركنيها وتشيليها من بالك، وهننضفها مع بعض ببساطة. عنواننا تنظيف بأقل مجهود ونحافظ بعد ما ننضف. تعالي كده نشوف هنعمل ايه في المطبخ. هنبدأ كده نلم كل التوابل وكل البرطمانات وكل، يعني بصي، اللي تلاقيه في طريقتي، اللي على الرخامة واللي في الاستندات، وكله كل البرطمانات اللي فيها حاجات، دقيق، سكر، ملح، كل حاجة. ماشي، وهاتيهم كده كلهم وتعالي كده هننضفهم بمنتهى البساطة. وهاتي ورقة كده زي ما قلتلك من كراسة، بس تكون مفيهاش طبعا حبر ولا رصاص. تمام، ونعملها قرطاس كده. وهنفضي فيها التوابل. انا مبحبش افضي بقى في اطباق، الحركة دي اسهل بكتير انك تجيبي شوية كده قراطيس كده صغيرة وتحطي فيها التوابل بتاعتك اللي هتفضيها عشان خاطر تغسلي. عندك اكياس ممكن تفضي في اكياس، بس مش كل الناس عندها اكياس، وفي ناس متحبش تستهلك الاكياس دي كلها. تمام، لكن كلنا عندنا قراريس كده فيها ورقة فاضية، ورقة حاجة من المدارس بتاعة أولادنا. لو حاجة بقى كبيرة زي الدقيق زي النشا وكمية كبيرة ممكن نفضيها في كيس، مفيش مشكلة. حركة الأطباق بقى إن أنا أفضي في أطباق لحد ما أغسلهم، لأ أنا ما باحبهاش. أحب أحط الحاجة كده وأغسلها براحتي وأصفيها براحتي، وبعد كده أما أشتري التوابل الجديدة أحط التوابل الجديدة الأول، بعدين أفضي عليها القديمة عشان هي اللي تستخدم الأول. باكتب كده على الحاجة، لازم تكتبي كده على القرطاس اللي هتعمليه إن دي بهارات فراخ، إن دي بهارات لحمة، عشان ما تتلخبطيش. طبعًا اوعي تنسي الكلام ده. تمام، ونزلي كده اللي في البرطمان، اوعي تسيبي فسفوسة. ماشي، ننضف النهارده كده مع بعض البرطمانات بسهولة. تنظيفات بقى رمضان يا جماعة، ومش رمضان وبس، يعني المفروض ايه الحركة دي تتعمل من وقت للتاني. وطبعا زي ما انتوا عارفين في فيديوهاتي، احنا بعد ما هننضف لازم نحافظ على اللي نضفناه. يعني مش اغسلهم واصفيهم ويفضينا وكده، لا. الفكرة من الفيديو النهارده ان انا اقولك على الطريقة البسيطة دي انك تفضي بيها البرطمانات كده. عارفة، ما حد بيديكي فكرة كده بيسهل عليكي انك يلا وتقومي كده وتتشجعي كده، وهاتي شوية ورق كده فاضي من كراريس اولادك، وفضي فضي فضي، حطي كل الكلام ده في الحوض واغسليه وصفيه. فتبقي خلصتي كده من حاجة. الحاجات دي لما بتبقى محطوطة كده مبهدلة ومطرح ايديكي ومطرح الاكل ومطرح الشرب، لانك ساعات بتمسكيها غصب عنك مطرح الاكل، ما بتبقاش شكلها لطيف خالص. لازم من وقت للتاني كده تتغسل. وطبعا باننا داخلين على رمضان كده، الواحد يحب ال30 يوم كده الدنيا نظيفة ورايقة حواليه، كأنه طاير كده. وتقعدي كده فاضية لقرآنك وفاضية لصلاتك والكلام ده. زي ما قلت لكم كده، فكرة بصي بوريكم الاطباق، لا ما بحبهاش خالص. الفكرة دي بتسهل عليا وتخليني اعمل بقى البرطمانات بعد ما تنضف في اي وقت براحتي، مش لازم النهارده، لان الاطباق بتفضل محطوطة كده مكشوفة وممكن التوابل تتبهدل. فحلوة قوي فكرة الورق دي، وفكرة انك تعمليهم قراطيس. وهاتي كده صينية زي ما شفتيني عاملة وحطيهم. هاتي بقى تاني الخطوة التانية. ولما بقول حاجات بخطوات كده بسيطة عشان برضو البنات اللي بتتفرج علينا كده والعرايس الجداد يعني يستسهلوا برضو يستبسطوا الحاجة. انا ما بغسلهمش اول ما احطهم في الحوض، انا بسيب المية، يعني باحطهم كده خلاص واعمل غداية بقى. تمام، واسيب المَيّة بقى نازلة عليهم شوية عشان يبوشوا شوية، آجي اغسلهم تلاقيهم خلاص هُم أصلًا مش محتاجين حتى صابون والله، بس لازم برضه يتغسلوا بصابون. ليه؟ لإنِّك أول ما تحطيهم في الحوض هتيجي تغسلي هتلاقي في دهون من برّه شوية وفي توابل بتبقى ماسكة شوية من جوّه، لأ. سيبي كده الحاجة في الحوض واعملي غداكِ، تغسلي عليهم طماطماية، تغسلي إيدِك، مش عارفة إيه، يعني إيه المَيّة نازلة عليهم كده هيبوشوا معاكِ على طول. تمام، واغسلي بقى واشطفي وصفّي. وما تنسيش بقى واوعي تجرّي الفيديو عشان تشوفي إزاي هنحافظ عليهم بعد ما نضّفناهم، ما يبصموش من إيدينا تاني، على الأقل يعني لحد ما تخلّصي بقى بقية تنضيفاتِك اللي حواليكِ بقى، بوتاجازِك وحيطانِك والحاجات دي، ما يكونوش اتبهدلوا بقى وأنتِ برضه بتطبخي خلال الأيام دي من إيديكِ ويبصموا كده منِّك. هتشوفي إزاي هنحافظ عليهم مع بعض إن يفضلوا أطول وقت ممكن معاكِ نضاف، والحركة دي ممكن تفضلي مستمرية عليها. تعالي كده نشوف هاعمل فيهم إيه. هاجيب كده برطمانات بعد ما غسلتها وصفيتها، هاعمل معاكم كده برطمان واحد عشان ما اطولش عليكم، وانا بقى هكمل حاجتي براحتي. هنجيب كده ستريتش رول لو عندك وهتلفيه عليه، ده بقى هيشيل مكان تبصمة ايديكي لو انتي بتعملي اكل او حاجه وعايزه تجيبي البهارات او التوابل تحطي منها، هيشيل كل الدهون اللي بتبقى في المطبخ وبتيجي على الحاجه، تيجي غيريه وتحطي غيره هتلاقيه نضيف، او تحطيه على الاقل لحد ما تخلصي كل تنظيفاتك، وبعد كده تبقي تشيليه وترصي حاجتك من غيره. طب ما عندكيش ستريتش مفيش مشكله، اكياس من اللي بنجيب فيها عيش وبنجيب فيها اي حاجه، قصقصيها كده
وحطيها كده حوالين البرطمان زي ما انت شايفة، واعمليها كده باستك. الاستك دي مهمة جدا وهتحتاجيها في حاجات كتير في المطبخ، وهنعمل منها حاجات كتير اوي الفترة الجاية. باستك زي ما انت شايفة كده، ما عندكيش استك مفيش مشكلة، بقطعة سولوتيب صغيرة. والفكرة دي ممكن تستمري عليها مش بس لحد ما تخلصي تنظيفاتك، فكرة حلوة وبتحافظي على الحاجة. تعالي بقى نخش كده على الأكلة الاقتصادية نعملها كده مع بعض النهاردة في يومنا. مش هتكلفك 5 جنيه على بعض، وبجد يعني مش اقتصادية بس وطعمها حلو كمان. لما عملتها لهم طلبوها تاني وتالت في أسبوع واحد. حلوة كده وطعمها حلو، ويعني حاجة كده خفيفة واقتصادية وما بتاخدش كمان وقفة في الأيام اللي احنا بنعمل كمان فيها تنظيفات دي. هتجيبي كده أي طاسة أو صينية عندك، وهتحطي كده يعني ايه معلقة زيت صغيرة على نص معلقة سمنة صغيرة أو حاجة فيهم، ما يجراش حاجة مفيش مشكلة. وهتنزلي ببصلاية صغيرة زي ما شفتي كده، زي اللي بتحطيها على السلطة مفرومة ناعم خالص. وتنزلي بعد كده بشوية فلفل أخضر على شوية فلفل ألوان اللي موجود عندك حطيه، وطماطماية كده برضو متقطعة. يعني كل دي قطعة 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 من كل حاجة. وبعدين هنزل بالبطاطس المهروسة، دي بطاطساية واحدة كده حلوة يعني ايه متوسطة كده مهروسة، هي اللي عملت ال4 سندوتشات اللي انتوا شفتوهم دول. يعني بصي أكلة مش هقولك هتكلفك كيلو بطاطس ولا نص كيلو بطاطس، ده هي دي بطاطساية كده كبيرة شوية أو بطاطستين صغيرين. تمام. وهنزل بقى عليهم بالبهارات ملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة أو بهارات فراخ، أنا حطيت بهارات فراخ. تمام. ادت طعم حلو معايا مع الملح والفلفل الاسود، ورشه كده من جوز الطيب لو موجود. ولو عندك رشه من الزعتر بيبقى حلو من مع البطاطس. اللي موجود من اللي انا قلت حطيه، واللي مش موجود مفيش مشكله، ممكن ملح وفلفل وكمون بس، انا نسيت اقولك كمون. ماشي. وهتحطيه كده في عيش كريب او عيش توست او توست ايه، عيش شامي، او عيش كريب او عيش التورتيلا، او عيش اللي هو السوري اللي موجود عندك او اللي انت بتحبي طعمه. بص انا عملت واحده في عيش كريب وواحده في العيش الشامي، والاتنين كانوا حلوين. بس انا بعد كده لما عملتها تاني طلبوها تاني حقيقي ما بقولش كده، عملتها بالعيش الشامي. يعني هي فضلنا العيش الشامي احسن. طبعا حطي بقى كاتشب، حطي مايونيز، حطي اللي انت عايزاه، شويه جبنه موتزاريلا. الجبنه دي بنجيب كيس، تجيبي كيس كده حتى لو انت ظروفك مش سامحه، كيس كده صغير بتحطيه في التلاجة، بينفع في بعض الاكلات، بيديها كده طعم وبيخليها كده غنيه كده كانك عامله لهم اكله متكلفه، ومش هيكلفك كتير. كده بعد ما حطيته في الساندوتش زي ما شفتوا، هارجع احطه كده في الطاسه زي ما بنعمل الكريب كده بالظبط. كانت حلوه جدا، بس يا بقى كان ناقصها شويه زيتون اخضر، لو كان عندي كنت حطيت، فلو عندك شويه زيتون اخضر مخلي هيديها طعم حلو قوي. تمام. هي عجبتهم هنا في البيت جدا، بس انا حسيت اني لو كنت انا يعني انا تذوقي الشخصي من غير بصل، يعني نفس الاكله بالظبط بس من غير بصل، بس هم في البيت عجبتهم زي ما هي كده زي ما انا عملتها. انا بقول لك كل حاجه عشان برضك ايه تبقي معايا على الخط. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، واللايك اهم من كل دوت، لان اللايك اللي بيعرف اليوتيوب انك مهتمية بالمحتوى ده وبالقناة دي، وبيخلي القناة تظهر لك والفيديوهات تظهر لك، وكمان بيرفع الفيديو لغيرك يشوفه.